من المعتاد أن يرتبط الدجاج الريفي بموائد البيوت، لكن في ولاية خنشلة أصبح أيضا عنوانا لمشروع طموح تقوده شابة تدعى فدوى، اختارت أن تحافظ على سلالة محلية مهددة بالتراجع والانقراض، وأن تجعل منها مصدر رزق ورسالة للحفاظ على الموروث الفلاحي. هي مبادرة دعمتها الجمعية الولائية أنامل المرأة الريفية بولاية خنشلة، لتؤكد أن المرأة الماكثة في البيت قادرة على تحويل فضاء بسيط بجوار منزلها إلى مشروع منتج. مراسلنا طارق مامن انتقل إلى قرية فيض حريز ببلدية بغاي وبعث لنا هذا الربورتاج. وجهتنا هذه المرة إلى قرية فيض حريز ببلدية بغاي بولاية خنشلة، لنتعرف على شابة اختارت أن تجعل من تربية الدجاج الريفي مشروعا بجوار منزلها. هدفها لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى المحافظة على السلالة المحلية للدجاج الريفي من الاندثار. تبدأ يومها بتفقد دجاجاتها والتأكد من توفر الماء والعلف وكل ما تحتاجه لمواصلة نموها في أفضل الظروف. أنا فتاة ريفية أعيش مع عائلتي، يعني ماما بابا خالتي. بغينا نديروا مشروع يعني ناجح، ولنا اتصلنا بجمعية أعطتنا تقريبا حوالي 200 دجاجة. بغينا يعني بغينا نربيوهم نعتني بهم. الهدف منهم انه احنا يعني نخدموا نمشيو اموراتنا، والهدف الثاني يعني انه الناس يعني ناس اخرين شغل دوكا يرفدوا هذه الحرفه علينا يوليو مثلا يخدموها، باسكو بركا ما كاش يعني اللي يخدم الدجاج بزاف. عندنا جانا مشروع تاع الدجاج حبينا نوسعوا فيه والمهم السلاله هذه ما تموتش. جاتنا جمعيه يعني يكثر خيرها، وكنحبوا على الاقل نوسعوا في المشروع هذا. كل صباح تجود الدجاجات بالبيض في مشهد يجسد ثمرة العناية اليومية، وقبل أن تنطلق إلى الساحة تحرص العائلة على تحضير العلف بعناية، وماء يفتح باب الحظيرة حتى يندفع سرب الدجاج مباشرة نحو المكان المخصص للأكل. بينما يفضل هذا الديك اعتلاء مكان مرتفع ليراقب المشهد وكأنه قائد السرب. تاعنا هذا دركا يعني بما انه والفنا به يعني نزلنا تقريبا شهرين ولا 3 أشهر يعني احنا نعتني به. نصبح نورمال، نشرب حليبي نفطر كل شيء، نجي لهنا نمد الدجاج تاعي الماكله نعطيلو الماء، نتويلو لي بوتاي تاعو، نجيبو البيض تاعهم ونلمدوه يعني هكذا، نديرو في الثقافات يعني كاين اللي يصلح كاين اللي يموت كل مره يعني كيفاه. مبادرة تربية الدجاج الريفي التي تقودها الجمعية الولائية أنامل المرأة الريفية تسعى إلى تمكين المرأة الماكثة في البيت من مصدر رزق، والمحافظة أيضا على سلالة الدجاج الريفي التي تعد جزءا من الموروث الفلاحي المحلي. افتتاح مشروع تعزيز قدرات المرأة الريفية بتربية دجاج الريف البياض في إطار قافلة تحدي الحرة. المرأة الريفية شريك فعال في التنمية المحلية. هذا المشروع الذي أرضأت الجمعية وفريقها أن ندير هذا المشروع للنساء الريفيات في بلدية بغاي، حيث استفادت 2 من النساء الريفيات 200 دجاجة ريف بيوض يعني تبيض، من أجل يعني توفير مداخل مستدامة للنساء الريفيات، وأيضا من أجل تشجيع أيضا المرأة الريفية، وهذا من أجل الحفاظ على السلالة الريفية. ونحن كغرفة فلاحية رانا ثاني مستعدين باش نمشيو مع هذا المشروع المهم جدا، وحتى أيضا توصيات السيد رئيس الجمهورية من أجل المرأة الريفية والمساعدة. من قرية فيض حريز تؤكد فدوى أن الريف لا ينبت المحاصيل فقط، بل ينبت أيضا قصصا من الكفاح والإنتاج، وأن سلالة الدجاج الريفي ستبقى حية ما دامت هناك أياد تؤمن بأن المحافظة على الموروث تبدأ من أبسط التفاصيل. رجل المقاومة أحب هذه المهنة، هكذا يثبت عمي علي أن الإرادة لا تعرف الصداء.